نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي مشاهدين متابعين في كل مكان، أحبتي أينما كنتم، في عراق الحضارة والأصالة والعراقة والمحبة والسلام، في عراق الشموخ والصمود والعز والنور والكفاح والسلاح، في عراق المجد والتاريخ والعروبة والثقافة والعلم والأدب، في عراق الأنبياء، في عراق العلماء والشعراء والأدباء والعباقرة الأكفاء، في عراق الرسم. بالتأكيد هناك في البصرة وهناك هذه الأمطار لا تؤثر. يبدأ اليوم بتشكيلة فيها تغييرات عن المباراة الأولى والتصويبة الأولى التي كانت باللقطة الماضية. محاولة كانت عن طريق أيمن حسين، لكن حارس المرمى. إذا تهديد أول، لسه ما راح نتحدث عن الأسماء. من أول الأسماء؟ أول الأسماء كاد أن يأتي. يا لها من كرة من قاسم لجامي، لكن كرة قاسم بتتحول إلى خارج الملعب. فرصة بتضيع. نواف العقيدي في حراسة المرمى. مد الله العليان كبيرة جدا، وإن كان مساعدة. يرى بأن الجماهير طويلة وأمامية، لكن الكرة حارس المرمى يبعدها. تعود هدفها الأول. الكرة الثابتة تأتي عرضية. الله، أقصى اليسار. المحاولة والكرة العرضية سهلة تنفيذ. كرة ثابتة سعودية عرضية، لكن التفوق في اللعب في هذه الأجواء وسط هذه الصعوبات. الله على اللقطة الماضية والروح الكبيرة من فريق أمجد عطوان، لكن التدخل يأتي. عرضية أقصى لمباراة اليوم. وهنا المدرب ولف ودار ووقف وعرض في مكان. هذه اللعبة، هذه الكرة بتتحول مرة أخرى. شايف حارس المرمى سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله. كان ممكن يطلع فيها من منطقة الجزاء. وشايف هنا هل كان هناك اصطدام في أجواء ماطرة جدا هنا على البصرة. يستمر حارس المرمى في هذه اللقطة ويبعد هذه الكرة. المهم بأن ينتبه اللاعبين من مسألة الالتحامات والإصابات، لأن هذه شباك تتحرك. كرة عرضية بتتهيأ، تصويبه. الله، الفقرة التي تأجلت من حفل الافتتاح. هدف العراق الأول في خليجي 25 عن طريق إبراهيم بايش. 1-0. العراق 1 ودائما 1 وشعب 1 ومصير 1 وفرحة واحدة. 1-0. الكرة تسقط لكن العراق يقف. الكرة تسقط لكن العراق يقف. شوق كبير بالنسبة للمنتخب العراق. قاسم لجامي في الجهة اليمنى، ولكن الكرة أيضا بتتخلص. تعود بعد ذلك الكرة مرة أخرى إلى رياض شراحيلي. هناك الصافرة. وشأن الحضور هنا من النساء من الرجال من جديد مرة أخرى. والكرة ما زالت. تعود هذه اللقطة. الكرة فيها الصافرة من حكم المباراة عادل النقبي، والخطأ يحتسب في هذا التوقيت. اشتراك ما بين حارس المرمى بالضوء. الكل يبحث عن اللقطة، عن التصوير على أفضل حارس في خليجي 5. وفتاح نصير صوت يتحامل على إصابته، ينهض يقف. كرة طويلة وعالية وصلت إلى أيمن حسين. قوية يا رب، يا الله. أراد أن يظهر، أراد أن يقول يونس عاد، أراد. والعراق يريدها مرة أخرى. عرضية في مكان راح يتصرف، بيلعب لكرة عرضية. نواف يفقدها. يا لها من كرة. الكرة تعود من جديد. الجماهير تصرخ. الكرة أقصى اليسار. الكرة تصل في الجهة اليسرى لمصلحة اللاعب درغام إسماعيل. عرض لكن مقطوعة. تعود بعد ذلك، ولكن قبلها صافرة حكم المباراة تنهي أحداث شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، العراق يتقدم بهدف نظيف عن طريق إبراهيم بايش. شوطه الأول ينتهي بتقدم المنتخب العراقي. والأرضية، لكن انظر الآن التصويبة تأتي. الدربكة مستمرة. المنتخب العراقي أراد أن يسجل الهدف الثاني مبكرا مع بداية شوط المباراة الثاني. صافرة حاكم المباراة عادل النقبي وقاسم لجامي. شوف الكرة حسبوا المنتخب العراقي الاستمرار. الكرة تصل، ولكن 80 خليجي 9 في الوقت الذي نشاهد. واحد لاعبي الجيل الذهبي. الانطلاقة، التقدم. حسن عبد الكريم مستحيل
الكرة، مستحيل الفرصة. أرضية الملعب تقف معك يا نواف، وتقف بالكرة ليتقدم حسن أن يخطف هدفا وسط هذه الأجواء، وسط هذه الأجواء. كاد أن يسجل على طريقة أحمد راضي، لكن الكرة التي ضاعت من أمجد عطوان اصطدمت برأسه والمرغ. لا ينجح في الصعود، يريد أن ينجح الآن، يريد، ولكن لا تسير بالشكل. لكن الكرة العالية الآن تسير، الكرة العالية تسير. كادت اللقطة الماضية، هذه اللقطة تبين لك أن هذه المباراة ستختار فائزها. نعم، أخرى وصلت الآن، فيها مرور، فيها عرضية. أيمن حسين لو فتح مساحة للتصويب، المحاولة المستمرة تعود بعد ذلك وتصطدم وبتتحول إلى خارج الملعب. ضربة فيها قد تكلف، هنا المرور، هنا التصويبة، لكن اللقطة الماضية اللي تباطأ فيها زياد الصحفي واللي تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب، حاول فيها أمجد عطوان صاحب العراقي. حتى الآن بالنسبة للجماهير كرة طويلة وعالية حارة، وللجماهير التي تشجع، التي تحتفل. ما زلنا بانتظار مشاهدة فرص سعودية في هذه المشاركة طوال 60 دقيقة. وأيضا حسن عبد الكريم المنتخب السعودي في هذا التوقيت، وهذا اللاعب اللي شارك الآن كبديل شركو كريم. رايد الغامدي سيترك مكانه في أرضيات الملعب. عدة تغييرات من جانب العلمين جنبا إلى جنب في لقطة توضح لك المنتخب العراقي فرصة في الشوط الثاني أقل مما كانت المنتخب اليمني بوضع مريح أكثر. وهذه الانطلاقة، الوقت يمضي ويمر ونقترب من آخر. في اللقطة الماضية البديل اللي شارك أسو رستم، والكرة باتجاه سميحان، متسلل سميحان. شايف هذا لاعب عنده موهبة، عنده قدرات بالتأكيد، سجل هدف جميل في المباراة الماضية، شارك باستمرار، ربما لكانت لديه أرقام أكبر. وكرة عرضية عالية تسقط من جديد، المحاولة تأتي ولكن حارس المرمى. كرة عرضية كانت من شركو كريم اللي شارك مكان حسن عبد الكريم. الكرة بتتحول مرة أخرى من جديد، مرة أخرى سابقة في تاريخ المشاركات السعودية، وهذه كثيرة للمدرب سعد الشهري لا يمكن بالتأكيد. أيضا باقي المحاولة بتتهيأ، الكرة العرضية، الكرة تصل لكن بعد ذلك تقف، الكرة تقف، الكرة تعود من جديد. شركو كريم عدى، الكرة تعود مرة أخرى إلى أبا مسعود، وصلت لمصلحة المنتخب السعودي الرياضية. تغيير في هذا التوقيت. المطر، كرة عرضية عالية رأسية، الله! المنتخب العراقي يسجل هدفا ولكنه لا يحتسب يا رستم، يسجل هدفا ولكنه لا يحتسب من قبل الفار. ماذا سيقول حكم المباراة؟ يحتسبها. العراق يكتب أنشودة المطر مرة أخرى في مدينة بدر شاكر السياب.